الفيديو ده ممكن يفرق معاك في حوالي 13 درجة في مجموعة، وال 13 درجة دول ممكن يكونوا الفرق بين الكلية اللي نفسك فيها وكلية تانية خالص. هنتكلم عن الجيولوجيا وازاي نتعامل معاها الفترة دي، وفي نص الفيديو هقولك الغلطة اللي انا وقعت فيها في الجيولوجيا وخلتني اضيع وقت كبير ومجهود من غير لازمة. ليه الجيولوجيا مادة مهمة جدا وما ينفعش تسيبها لحد قبل الامتحان وتلمها في الآخر؟ أولاً لأن الجيولوجيا تعتبر مادة لم درجات، حتى لو تبان في الأول مملة أو بتعتمد على الحفظ أكتر حاجة، لكنها تعتبر هدية للطلبة لأنها مش محتاجة مجهود ذهني كبير زي الفيزياء أو الكيمياء مثلاً، وبتتلم أسهل منهم بكتير. من أهم المواد اللي ممكن ترفع مجموعك، بتمثل حوالي 13 درجة من امتحان الأحياء، وده رقم مش قليل، وخصوصاً بقى لأن زي ما أنتوا عارفين امتحان الأحياء بيكون فيه مشاكل، وصعب جدا حد يجيب درجة عالية في الأحياء حتى لو شاطر فيها وبيحل كتير، لأن أسئلة امتحان آخر السنة بيكون فيها رسومات وأسئلة غريبة وصياغتها غريبة وبينفع فيها أكتر من إجابة، وأنتوا في الامتحان ما بتبقوش عارفين انتوا المفروض تختاروا ايه او السؤال عايز ايه بالظبط. والميزه كمان في الجيولوجيا ان جزء كبير من اسئلتها مباشر وسهل، يعني تقدر تلم فيها درجات كويسه او تقفلها ان شاء الله لو ذاكرتها صح. فببساطه الجيولوجيا ممكن تكون هي الماده اللي تعوضك عن درجات ضاعت منك في مواد تانية او في الاحياء نفسها، فما ينفعش انك تهملها. طيب لو انت ماشي فيها دلوقتي او حتى متاخر شويه، فمهم جدا 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 انك تبدا تذاكرها بذكاء، لان الماده دي بالذات كتيب المفاهيم بتاعها حرفيا كنز. لو اتدربت عليه كويس هيفيدك جدا في الامتحان. لما انا كنت في ثانويه عامه كنت باخد الماده دي مع جيو ماجد امام، وكانت ساعتها من 60 درجه، وكنت بحب اذاكرها جدا، بس للاسف كنت بديها مجهود اكبر من اللي المفروض اديهولها، وده لان محدش قال لي ان كتيب المفاهيم بتاعها يعتبر فيه المنهج كله. كنت دايما بسمع ده من الناس حواليا، بس كنت بقول في نفسي طب ما جايز يلغوا موضوع كتيب المفاهيم ده اصلا، ونلاقي نفسنا قبل الامتحان كنا معتمدين ان هو هيكون معانا ولغوه، فانا كده هنتزنق، محتاجين نذاكر بقى من الاول او نحفظ الحاجات دي من الاول. بس لا، هو التفكير اللي عندي ده ما كانش صح، فكنت بذاكرها وبحفظ حاجات ما كانش المفروض ان احفظها لانها معايا في الامتحان، فاحفظها ليه؟ فنصيحتي ليك اطبع كتيب المفاهيم، وكل ما تذاكر درس او تراجع على درس انت مذاكره اقراه من الكتيب كويس جدا. طب ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجه عشان تعرف ايه اللي موجود في الكتيب وموجود عندك في الكتاب الخارجي اللي بتذاكر منه، فالكلام ده تمر عليه مرور الكرام كده في الدرس، مجرد انك تقراه وتفهمه بس. والكلام اللي مش موجود او الملحوظات تعلم عليها كويس جدا او تكتبها في ورقه خارجيه، ودي تصمها بقى وتديها كل مجهودك في الحفظ وتراجع عليها كذا مره، لان دي انت لو نسيتها في الامتحان شكرا كده خلاص. تاني حاجة عشان يكون عندك زي علم مسبق بمكان المعلومات في الكتيب، ما تبقاش بتبص عليه لأول مرة وانت في ليالي المادة، أو لو الأمور ساءت أكتر وما كانش فيه وقت وانت في لجنة الامتحان نفسها، ساعتها هتبقى مشكلة كبيرة. فلو بدأت تحل منه بدري هتحفظ أماكن المعلومات كويس، فمش هتضيع وقت في الامتحان في انك تقعد تدور على المعلومة دي هي موجودة في الكتاب ولا لا، انت عارف إذا كانت هي موجودة ولا لا من الأول. أنا عن نفسي غلطتي إني ما بدأتش أبص على الكتيب إلا في ليالي المادة، وساعتها أصلا ما كانش فيه وقت إن الواحد يحفظ أماكن المعلومات أو يعرف إيه اللي موجود في الكتيب وإيه اللي مش موجود. عشان كده اعملوا اللي بقول لكم عليه ده، زائد حلوا منه من اول دلوقتي. طبعا النماذج الاسترشاديه نزلت ودي مهمه جدا، وجي منها في امتحان السنه اللي فاتت اسئله بالنص ورسومات بالظبط هي. لما تيجوا تحلوها لازم يكون جنبكم كتيب المفاهيم بتاع الجيولوجيا، سواء بقى طابعينه او معاكم كملف PDF، بس لازم يكون معاكم. هو مش هيحل لكم الاسئله كلها طبعا، ولكن مجرد وجوده معاكم وان انتوا تتعودوا ان انتوا تطلعوا منه المعلومات او تسترجعوا منه المعلومات وتلاقوه كمان بيحل معاكم اسئله وبتطلع الاسئله دي صح في الاخر، ده هيطمنكم وهيفرق معاكم جدا باذن الله. وبالتكرار اصلا هتلاقوا ان المعلومات بتاعه الماده اللي في الكتيب بتثبت في دماغكم، وهيبقى اصلا مع الوقت مش محتاجين ان انتوا ترجعوا لها تاني لانها ثبتت. فبس يعني كتيب المفاهيم مهم جدا 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 يا شباب. طيب لو انت لسه ما بدأت الجيولوجيا خالص لحد دلوقتي تعمل ايه؟ بص، الموضوع لسه في ايدك وان شاء الله تلمها كويس جدا، بس محتاج تمشي بخطوات واضحه. اول حاجه وانت بتذاكر الباب افتح كتيب المفاهيم جنبك، اي معلومه موجوده في الكتيب ما تتعبش نفسك في انك تحفظها، المهم تبقى فاهمها وعارف مكانها في الكتيب كويس. تاني حاجه ما تضيعش وقتك في فيديوهات شرح طويله، الافضل تعتمد على ملخصات كويسه للباب تخليك تفهم الفكره العامه بسرعه. وجيو ماجد منزل ملخصات شرح للابواب على القناه بتاعته على اليوتيوب كويسه جدا، او اي مستر منزل ملخص شرح. المهم ما تعتمدش على فيديوهات الشرح الطويله خالص دلوقتي. تالت حاجه اول ما تخلص فهم الباب ابدأ حل على طول، لان الحل من بدري بيخليك تثبت المعلومة وتعرف شكل الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. رابع حاجة ركز جدا
على النماذج الاسترشاديه وامتحانات السنين اللي فاتت، لان احيانا نفس الافكار والرسومات بتتكرر في امتحان اخر السنه. واخر حاجه خلي بالك ان الجيولوجيا ماده بتتنسي بسرعه، فالمهم مش انك تذاكرها مره طويله، المهم انك تراجعها على فترات عشان تفضل فاكرها وتثبت معاك. فبدل ما تذاكر مثلا الدرس في ساعتين، لا حاول تذاكره في اقل من كده، وتذاكره اكتر من مره على ايام مختلفه، مش تذاكره مره واحده في يوم واحد باقصى قوه عندك، لا يعني حاول تخليه يتذاكر على كذا مره عشان المعلومات تثبت بشكل افضل. وبرده حاجه مهمه، ما تخليش صعوبه اسئله المدرسين تخليك تقلق من الماده، لان كتير من المدرسين بيرفعوا مستوى الاسئله اعلى من امتحان اخر السنه بكتير، فده بيخليك تحس ان الماده صعبه جدا او ان كلها حفظ معقد، لكن الحقيقه ان امتحان اخر السنه غالبا بيكون ابسط بكتير، هو بس محتاج واحد فاهم الاساسيات كويس ومركز في السؤال. فمش تكتفوا باسئله المدرسين او الكتب الخارجيه كمرجع لمستواكم، وحلوا اسئله السنين اللي فاتت والنماذج الاسترشاديه لانها المقياس الحقيقي والواقعي لمستوى اسئله امتحان اخر السنه. نصيحه اخيره، ابدا الجيولوجيا دلوقتي وما تتعاملش معاها كماده ثانويه، لان 13 درجه ممكن تكون الفارق بين الكليه اللي بتحلم بيها او كليه غيرها. لو الفيديو فادك اعمل لايك واشترك عشان الفترة اللي جاية هنزل فيديوهات ان شاء الله تكون مفيدة ليكم، وربنا يوفقكم وتحققوا كل احلامكم باذن الله. سلام.